والنبي يا اختي بنات الايام دي ما عاد ينفعوا للجواز. ايوه والله يا ام الافندي مظبوط. دي البت المفعوصه مرات ابنك عامله ولا بنت زواج. خليها تاخد لها يومين ونخلص منها. ليه؟ هو الافندي هيدور له على جوازه تانية ولا ايه؟ امال يسيب نفسه كده؟ هو لما ياخد الشهاده الكبيره يقدر يعيش مع المفعوصه دي اللي عقلها متركب شمال؟ طب وامتى هياخد الشهاده؟ خلاص يا اختي الامتحان خلص وفاضل له يومين. وهو هيتوظف بيها يا ام امين؟ يهو امال هيعلقها على الحيطه؟ ده المعلم عباس كلم له بيوم افندي في مصلحه الاملاك علشان يديله الدرجه السادسه لما ينجح على طول. يا سلام على العز. ده هيشله الدرجه لما ينجح ياخدها. ومهيته هتزيد كتير يا ام الافندي. والله ما انا عارفه يا اختي، طبعا هتزيد كتير. هي الدرجه السادسه حد لاقيها؟ يا بنتي يا حكمت، انت فين يا بنت؟ يا اختي ده فيه ريحه غريبه زي ما يكون اكل واتحرق. ايوه النبي يا اختي، اما شوف الملوخيه باين عليها شاطط. طيب يا اختي اما قوم انا بقى وتصطفل انت ومرات ابنك. وراحه فين يا اختي؟ رايحه عند نفيسه. انا مالي ومالكم يا اختي. بقى العقربه دي مش هتجيبها البر؟ دي معذبه مرات ابنها ومورياها النجوم في عز الظهر. انا عارفه يا اختي ايه اللي مخليها تستحمل العيشه مع الوليه دي، مع انها هي اللي جوزتها الامين افندي وراجعه دلوقتي تقول عليها الكلام اللي ما يتسمعش. وبتقول عليها ايه كمان؟ قولي يا اختي. قال ايه؟ بتاكل كتير خرابي وبتخلص العيش لوحدها، وتقول عليها هو ما كانش في بيت ابوها عايش وكلام من ده كتير. هي يا اختي الظاهر عايزه تجوز ابنها واحده تانية، واحده بنت زوات بعد ما ياخد الشهاده. وولاده التلاتة هيعمل فيهم ايه؟ هيوديهم فين؟ كنت فين لما بس بقى الظاهر اتخانقوا. البت الغلبانه هتعمل ايه؟ تعمل ايه مع المعلم ومراته العقربه لما هما لحقهم وخلصهم من بعض؟ كنت فين بسلامتك لما الملوخيه شاطت؟ سبت الحله على بابور لغايه ما اتحرقت. الواد يا نينا الواد كان بيعيط، رحت ردعه. ربنا يريحنا منك ومنه. كان يوم مهبب يوم ما دخلت البيت. طولي بالك يا ام امين. اطول بالي عليها اكتر من كده يا ام حسين؟ اعمل لها ايه يا اختي؟ افرش لها حاجه تنام عليك ولا ايه؟ يلا ما تزعليش يا حكمت، يلا روحي رضعي ابنك. كان يوم اسود يوم ما دخلت البيت. وانا مين اللي جابني غيرك؟ شوف البنت بترد عليا ازاي يا ام حسين. انا يوم ما جبتك كنت اتعميت، ما شفتش عظمك اللي طالع من صدرك زي المسامير، ما بيدخلش فيه اكل ولا شرب. اتعميت ما شفتش عينك المعمصين بس ولا صابعك اللي عامله زي المجاديف. انا عارفه ازاي جوزك عايش معاكي. جوزي هو يبقى ابني. ما بلاش كلام بقى يا حكمت، ما تروحي تشوفي حالك يا بنتي. ما دام جوزي انا وعجباه يبقى ما حدش له دعوه بيه. عجباه وبتقولي ماليش دعوه بيكم؟ انا يا بنتي يتقال لي الكلام ده يا بنتي يتقال لي انا؟ طيب تعالي هنا. انا لا طولي بالك يا ام امين. هتعملوا زي الناس الغجر ولا ايه؟ سيبيها يا ام امين سيبيها. هدي نفسك يا اختي، هو ده كلام يليه تعمله ام الافندي؟ ايه ده يا جماعه؟ ده كلام برضه؟ يلا روحي اوضتك كده تلموا الناس علينا وتفضحونا. انا هوريكي اذا كان ابوك وامك ما عرفوش يربوكي، انا هعرف ازاي اربيكي. خلاص بقى يا اما بلاش نرفزه. اللي حصل حاجه بسيطه خالص. هدي نفسك يا ام امين. اقعد يا ابني اقعد. تعالى جنبي هنا واخزو عين الشيطان. اعمل ايه بس يا ام حسين؟ ما هو اصلا اللي اخدتها عليا كان لازم اوريها العين الحمراء من الاول. هو انت لسه هتوريها؟ وانت قاعد له قدامي. روح شوف مراتك، روح ربيها يا اختي